هنعمل النهاردة تحلية سريعة مش تاخد منكم وقت ومكوناتها بسيطة جدا موجودة في كل بيت. حلا كاسات الكاسترد بالفواكه هي حلا هندي بارد جميل منعش في الصيف. هقولكوا ازاي نعمله بحيث يطلع طعمه كريمي من غير ما نحط فيه كريمة من غير ما نستخدم بيض، وفي نفس الوقت ايه هي انواع الفواكه اللي نستخدمها واللي ما نستخدمهاش عشان ممكن تبوظ الكاسترد. هنحتاج لبودرة الكاسترد الجاهزة هنستخدم منها 60 جرام، يعني تقريبا 4 معالق اللي هي من معالق الأكل العادية مليانة بشكل هرمي. لو هتستخدموا المعالق المعيارية يبقوا 8 معالق معيارية ممسوحة. هنحتاج لتر من الحليب كامل الدسم، باخد منه تقريبا نص كوباية وبدوب فيها بودرة الكاسترد الأول، نتأكد ان هي دابت كويس قوي من غير ما يكون فيها أي كلاكيع. لتر الحليب بيعمل 4 أكواب معيارية، أخدنا منهم نص كوباية دوبنا فيهم بودرة الكاسترد وبقية اللتر هنحطه في الحلة. علشان أخلي الكاسترد بتاعي طعمه كريمي كده من غير ما أزود كريمة هنضيف 4 معالق معيارية من اللبن البودرة أو تقريبا ربع كوباية. من المكونات برضو اللي بتدي طعم كريمي جدا من غير أي كريمة إن احنا نستخدم جزء من اللبن العادي مع اللبن المبخر، بيدي برضو طعم غني جدا للكاسترد. هحط بقى اللبن بتاعي على نار متوسطة وهسيبه لحد لما يبدأ يدخل في الغليان، من وقت للتاني نديله تقليبة كده علشان القعر ما يشدش أو يعمل قشرة بني كده مش حلو. التحلية بقى على حسب مزاجكم، ممكن بالسكر أو بالحليب المحلى المكثف. أنا هنا هستخدم 4 معالق كبيرة من السكر لأن الفواكه بتاعتي سكرها حلو. ونضيف خليط الكاسترد بالتدريج، ياريت بقى قبل ما نصبه نكون مدينله تقليبة بالمعلقة كده لأن النشا بتسقط لتحت. فنصب الخليط بالتدريج ونفضل نقلب كده بالمضرب أو بالسباتيولا لحد لما القوام يبدأ يتقل. لما الكاسترد بيبقى جاهز بيبقى قوامه كده شبيه بقوام الكاتشب. لو مسكنا السباتيولا او ظهر المعلقة وعملنا خط كده من النص المفروض ان هو ما يلزقش تاني، يعني يعمل خط واضح. طبعا بصب الكاسترد وهغطيه بأي بلاستيك علشان ما يعملش قشرة، وبعد ما يبرد خالص بدخله التلاجة واسيبه كام ساعة. طبعا تقدروا تستعملوا اي فواكه موسمية موجودة عندكم شغال، باستثناء بعض الحاجات اللي هقولكوا عليها. انا استخدمت مانجا وفراولة توت عنب، كل الحاجات دي تبقى حلوة جدا ولذيذة، موز كمان. بس ما ينفعش ان احنا نستخدم حاجات فيها احماض زي اليوسفندي البرتقال الجريب فروتس، الحاجات دي كلها فيها حمضيات ممكن تأثر على قوام الكاسترد. كمان ما ينفعش نستخدم الاناناس لنفس السبب، وبرده البطيخ لانه فيه نسبة مية كبيرة. مع مقدار الكاسترد ده هستخدم تقريبا من 3 ل 4 كوبايات من الفواكه المتقطعة الموسمية باستثناء اللي قلتلكم عليهم. وممكن كمان مع الفواكه الطازة نستخدم الفواكه المجففة، ممكن كمان نضيف بعض المكسرات وممكن جوز هند. الجرانولا كمان بتبقى حلوة جدا معاه، يعني في وصفة للجرانولا احنا عملناها قبل كده على القناة، لو عايزين تشوفوها هسيبلكوا الرابط بتاعها. سبت الكاسترد في التلاجة تقريبا حوالي 3 ساعات، والفاكهة بتاعتي برضو باردة خرجتها من التلاجة وقطعتها. ويفضل ان احنا نحط الفواكه على الكاسترد وقت التقديم، يعني نخلطهم ونقدمهم في كاسات وناكلهم على طول، يعني لانه لو قعد مدة طويلة بيبدأ الفواكه تنزل المية في الكاسترد ويبقى ماي كده وقوامه مش حلو. بعد ما تصبوه في الكاسات زينوه بقى براحتكم، ممكن كريمة مخفوقة، ممكن بيوريه فواكه مانجا أو فراولة، ممكن كمان جرانولا أو مكسرات، أو تخلوها بسيطة خالص زي ما أنا عملت كده. وصفة سهلة جدا وبسيطة هتعجبكم قوي إن شاء الله. أشوفكم على خير، سلام عليكم.